الاستغناء بصحبة الله. فاللي عايش العيشة دي لو واحد زعله، هو يا رب حضرتك بتقول لي ايه في الزعلة دي؟ ما انت مالك كل شيء، يعني اللي ضايقني ده حضرتك عايز تقول لي ايه؟ الوجع ده من وراء ايه اللي بتعلمه لي؟ ما هو اللي زعلني ده لا يستطيع انه يعمل حاجة الا بارادتك، لان ما فيش حد بيقهر ارادة ربنا. فقول لي يا رب، هو انا بتعلم ايه من الوجع ده؟ ما هو ساعات البني ادم بيتعلم بالطبطبة، وساعات بيتعلم بعملية جراحية، وكلاهما رحمة من الطبيب. يديله مرهم حلو كده ولا يعمل العملية الجراحية، الاتنين شفاء، والاختيار عند الطبيب ولله المثل الأعلى. فلما تبقى فاهم إن كل ده ملكه وهو رب كل شيء، طب خلاص دلني يا رب أعمل إيه في الموقف المزعج بالنسبة لي ده. فلا يسأل الله ليه، إنما يسأل إيه. ما يتقالوش ليه حصل فيا كده، إنما يتقال له إيه المطلوب مني في موقف زي ده.